سر الصلاة الإبراهيمية: مفتاح الرحمة والرزق وطمأنينة القلب. تخيل إن في باب مقفول في حياتك بقاله سنين، باب رزق، باب شفاء، باب رحمة أو باب فرح، وإنت كل يوم واقف قدام الباب ده بتحاول تفتحه ومش عارف، لحد ما يجيلك صوت من جوه قلبك ويقولك صلي على النبي، وتبدأ تهمس اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. فجأة الباب يتفتح. ده مش خيال، دي الصيغة الإبراهيمية، الذكر اللي بيبدل الحال ويغير القدر. طب إيه هي الصلاة الإبراهيمية؟ الصلاة الإبراهيمية هي أكمل صيغة للصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي بنقولها كل يوم في التشهد. لكن يا ترى فكرنا يوم نقولها من القلب؟ مش مجرد كلام بنعيده، ده كنز، كنز سماوي نزل لنا مخصوص. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. يعني انت لما تقول اللهم صلي على محمد، ربنا بيصلي عليك 10 مرات، يعني 10 رحمات و10 بركات و10 مرات ربنا بيذكرك في السماء. مين فينا مش محتاج ده؟ في تجارب وقصص لناس حقيقية ومنهم أنا، آلاف وملايين التجارب اللي بتحسنا وبتحفزنا قد إيه الصلاة الإبراهيمية دي حاجة عظيمة من ربنا لينا. منهم بنت كانت على وشك اليأس، كانت مكتئبة وعايشة في وحدة، مش لاقية أي حاجة تسعدها. قرأت يوم في بوست على الفيسبوك عن واحدة بتقول: داومت على الصلاة الإبراهيمية وقلبي ارتاح. فقالت تجرب. بدأت ب100 مرة بس في اليوم. بعد أسبوع بتقول: كأن في جبل واتشال من على صدري، كنت بدعي ربنا ياخدني، لكن دلوقتي بدعي ربنا يبارك لي في عمري عشان أعبده أكتر. ومنهم كانت بتدعي لابنها، ابنها كان داخل في سكة غلط وانقطعت به السبل. قالت: أنا مش هشتكي لحد تاني غير ربنا، وهصلي على النبي كل يوم. كل يوم كانت بتصلي على النبي. في الأول كانت 100 مرة و200 مرة لغاية ما وصلت ل1000 مرة. بتقول إن بعد 3 شهور ابنها اتغير واتبدل، رجع وتاب وراح فجأة حضنها وقال لها: أنا نفسي معرفش إيه اللي حصل لي، لكن قلبي اتفتح فجأة. هو ما يعرفش، بس هي كانت دايما ماشية من رحمة ربنا من السماء كل يوم بالصلاة على النبي. ومنهم الراجل اللي بيقول: أنا جالي رزق غريب من السماء، كان عندي ضيق مادي رهيب ومفيش شغل ومش عارف أبدأ منين. اتقاله: التزم بالصلاة على النبي وخلي نيتك الفرج. بيقول بعد 15 يوم كنت بصلي كل يوم على النبي من 500 ل1000 مرة، وكان بيقول: يا رب أنت أعلم بفقري ومفيش غير بابك. وفجأة جاله شغل من مكان ما كانش في الحسبان، والرزق اتفتح عليه بشكل ما يتوصفش. وهو بيقولك الصلاة على النبي ما فتحتليش باب، دي فتحت لي أبواب كتيرة رزق. طب ليه الصلاة على النبي بتغير الواقع؟ الصلاة على النبي مش ذكر عادي، دي مفتاح، مفتاح للرحمة وللسكينة وللقبول. في ناس بتقعد سنين ومفيش حاجة بتحصل، بس أول ما يبدأوا يخلوا صلاتهم على النبي عادة يومية تلاقي الدنيا كلها اتبدلت. طب ليه؟ لأنك لما بتذكر النبي ربنا بيذكرك، ولما بتبقى في ذكر ربنا مستحيل ربنا يسيبك. النبي قال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. يعني الصلاة عليه مش بس للدنيا، دي كمان للجنة وللمكانة وللقرب. طب ايه هي الخطوات العملية اللي اطبق بيها الذكر ده؟ لو حسيت انك تايه او مهموم او حياتك مش ماشية، انصحك تبدأ بالطريقة دي. اول حاجة، حدد نيتك. انت عايز ايه؟ عايز فرج؟ عايز رزق؟ عايز حب ربنا؟ عايز هداية؟ واهمس النية دي في قلبك. تاني حاجة، ابدأ بورد يومي ثابت 100 مرة مثلا، الصيغة الإبراهيمية كاملة:
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قولها وانت ساكت، وانت سايق، وانت بتطبخ، حتى قبل ما تنام. رابع حاجة، يوم الجمعة خليها على قد ما تقدر، وياريت توصل ل1000 مرة. الجمعة فيها سر خاص، والصلاة على النبي فيها مستجابة. يعني كده من مجمل كلامنا ان الصلاة على النبي بتغيرك من جوه. في ناس بيقولوا مش حاسس بطعم الصلاة ولا القرآن ولا حتى بدعي، وحتى لما بدعي بحس ان ربنا سامعني، بس حاسس ان في تقل في قلبي، وحاسس ان قلبي مش صافي. تخيل ان الصلاة على النبي بترجع ليك نقاء قلبك. لان في واحد بيقول من ساعة ما بدأت اصلي على النبي كل يوم بقيت بصلي بخشوع، وبقرأ قرآن بخشوع، وبحب اقعد مع القرآن. هي مش بس بتغير اللي حواليك، لا دي كمان بتغيرك انت من جوه. ونصيحة، خليها عادتك للأبد، زي ما بتشرب مية كل يوم، وزي ما بنفتح الموبايل أول ما بنصحى. خلي الصلاة على النبي عادة يومية، خليها أول كلمة على لسانك الصبح، وآخر كلمة قبل ما تنام. مش لازم تبدأ ب1000 مرة، ابدأ ب50، ب100، بس خليك مستمر. كل يوم هتحس بفرق، وهتيجي لحظة تحس فيها انك بقيت شخص تاني، شخص مرتاح مطمئن وراضي. وفي الخاتمة أحب أقول دعاء مؤثر جدا بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير قوي جربوه. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اجعل لنا من الصلاة عليه نورا وفرجا وسعة وشفاء وبركة في كل شيء. اللهم لا تحرمنا من مجلسه في الجنة، ومن شفاعته، ومن محبته الصادقة يا أرحم الراحمين. واكتب لي في الكومنتات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. واشترك في القناة وخلي غيرك يسمع الكلمة اللي ممكن تهديه.